ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكريم بوصفه حلوه جدا جدا. شايفين كمان البسكوت دايب ازاي وناعم وحلو جدا جدا. يلا نروح على الفيديو نشوف هنعمله ازاي مع بعض. هتجيبي بوله كده هنضيف فيها كوبايه الا ربع من السمنه اللي ساقعه في التلاجة. تمام. في نفس الكوبايه هي هناخد بيها كل المقادير. اول حاجه هننزل السمنه كده كويس. بنفس الكوبايه معايرت دلوقتي نص كوبايه سكر بودره. تمام. هضيفها على السمنه بتاعتي بقى دلوقتي بالمضرب اليدوي، وهنضرب السكر مع السمنه لغايه اما اللون يفتح خالص ويبقى كريمي. بقى ده شكل السكر مع السمنه بقى كريمي ولونه فاتح ازاي. هنزل بتلت كوبايه من الزيت، تلت كوبايه من الزيت بس. تمام. وهقلب كده كويس. بيضه وحراره المطبخ، وهنضيف عليها كيسين من الفانيليا. مش هنزل بكيسين من الفانيليا. وهقلب بقى كويس لغايه ما تختفي البيضه. دلوقتي بمعلقه كبيره من النشا، رشه ملح صغيره علشان تظبط الطعم معايا. هنزل دلوقتي بكوبايه من الدقيق. يبقى بعد ما ضفت معلقه نشا كبيره هنزل بكوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات. وهقلب بقى البسكوت كده ماشي من تحت لفوق. البسكوت مش بيتعجن اهو كده. لغايه ما تختفي معايا الكوبايه. هنزل بقى دلوقتي بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر علشان مش عايزه اضيف كتير بيكنج باودر عشان ما يفرش معاكي. تمام. هنزل بقى بتاني كوبايه من الدقيق وهقلب. بعد ما ضفت هنا بقى كوبايتين الدقيق، شايفه العجينه معايا لسه بتلزق. هقسم العجينه من النص كده، هاخد المقدار هنا عشان هعمل بالكاكاو والنص التاني ابيض. تمام. فانا بقسمها بالنص كده. طبعا هنا الابيض ده الفانيليا لازم يتحط له دلوقتي معلقه كده من الدقيق ونقلب. هتنزلي كده بمعلقه واحده بس وتقلبي. تمام. بقى في العجينه بالفانيليا ضفنا معلقتين من الدقيق زياده، وهنا ضفنا معلقتين من الكاكاو. بص بقى هتعرفي العجينه بتاعتك مظبوطه ازاي اهو. شايفه مش بتشقق وزي الفل معاكي. خلاص كده مظبوطه. تمام اهي. برضو هنختبر في الكاكاو بالطريقه دي اهو. شايفه؟ بصي العجينه بتاعتك مظبوطه جدا. لو بتشقق منك يبقى انت هتضيفي منها، او لقيتيها ناشفه معاكي شويه هتضيفي عليها معلقتين من الحليب السائل وهتقلبيها وهتبقى زي الفل معاكي. نشكل بقى البسكوت بتاعنا ازاي بقى. احنا كده هنشكل البسكوت لكور صغيره. تمام. هناخد اول حاجه كده واحده بيضه وواحده شوكليت. تمام. وايه ونخليهم كده جنب بعضهم، وكل مره يعني بناخد 3 ابيض و3 شوكولاته. تمام. وبنلمهم كده مع بعض وبناخدهم نكورهم كده على ايدك ضغطه خفيفه بتبقى معاكي بالشكل ده اهو. شايفه؟ وهنحطها بقى على ورق زبده في الصينيه بتاعتنا. بص بقى هناخد هنا تمام 6 كور، 3 ابيض و3 بني. هنجيب بقى كده هناخدها بالطول. شايفه احنا بنلزقها بالطول في قلب العجينه التانية. تمام. عشان تديك الشكل مظبوط معاكي لازم تبقى بالطول كده شويه. شايفه؟ وهتبداي تقفليهم كده عشان يطلع معاكي الشكل مظبوط. وهتلمي بقى العجينه بتاعتك من تحت. تمام. هترفعيها على كف ايدك كده بشويش وهتضغطي ضغطه واحده وهتبقى معاكي اجمل بسكوته بسكريم اهي. هندخل بقى الصينيه دي الفرن على درجه حراره 170 او 180 على رف اوسط لغايه ما تاخد لون ذهبي من تحت بس. بقى ده شكل البسكريم اللي احنا عملناه مع بعض. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.